السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من داخل مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية في عرض مسرحي كبير جدا له اسم غريب لفت الجمهور. المسرحية اسمها جلجامين، من إخراج المخرج الكبير سامح السعدني، وكمان كان معانا الملحن الكبير وكان له دور في المسرحية الأستاذ ناصر عبد الكريم. بصراحة أعمال كبيرة ومفيدة وتربوية وتوعوية، بنستفاد في الآخر منها أحداث كبيرة للأجيال اللي هي شايفة المسرحية. الأستاذ ناصر عبد الكريم الملحن الكبير، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ عبد الله، ونورتنا. والنهارده كان يوم جميل وحافل، وفي اسر كتير النهارده كانت مبسوطه، والعرض كان جميل. الحمد لله. جلجامين استاذ سامح حريص اللي هو يعمل قيمه يعني كبيره. فالنهارده في ضحكه، والاسره كلها النهارده سعيده. وزي ما حضرتك شفت المسرح يعني النهارده عايز اقول للجمهور انا شفت مسرح كامل متكامل، حتى الصاله فوق البلكون فوق ممتلئ على اخره، وده يدل على شعبيه كبيره ليكم. الحمد لله. شركه أليسز بصراحه ناجحه، مرتبه، منظمه، بتعمل كل حاجه بحساب. الحمد لله رب العالمين. احنا حاليا بنعرض جلجامين، وفي مع البيت الفني انتاج شركه ألسس في نص ان شاء الله هيتعرض ان شاء الله الجمعه اللي جايه باذن الله، اول عرض ليه. وده بقول وانا سبق طبعا لحضرتك يعني. اشكرك. في مسرحيه اسمها اضحك مع الحاره. اضحك مع الحاره، تأليف وطبعا وإعداد وإنتاج شركة ألسس، هي تأليف أستاذ سامح السعدني وإخراج محمد مرسي. محمد، ودي هتبقى يوم ايه او الساعه كام للجمهور لو حب يعرف؟ ان شاء الله هو هيبقى العرض 8 ان شاء الله الجمعه القادمه ان شاء الله، وده من انتاج شركه ألسس. 8 ايه؟ 8/9؟ 8/9 مساء ان شاء الله. 8 سبتمبر ان شاء الله. واستاذ سامح اول تعاون مع البيت الفني انتاج شركه ألسس للانتاج الفني يعني. شركه ألسس الانتاج الفني هتتعاون مع البيت الفني، والمخرج اسمه محمد مرسي. المخرج محمد مرسي، وبرده الالحان بتاعت المسرحيه انا حرصت ان انا اعمل. هتعمل المسرحيه دي؟ خلصت الالحان ان شاء الله، وهم بيعملوا. انت ملحن كبير، واحنا شايفين تاريخك على الفيس، بصراحه تاريخ موهوب، ونتمنى لشركه ألسس ونتمنى لحضرتك كل نجاح وتوفيق من داخل مسرح عبد المنعم جابر بالاسكندريه. عمار يا اسكندريه، لمصر الحب كله. عبد الله عبد الظاهر يحييكم، شكرا لكم وتحياتنا للجميع.